في حاجة بقى في النص اسمها الإيثار الدفاعي أو الديفنسيف altruism، وده موضوعنا النهاردة. ده بيقول إيه؟ بيقول إن أنت بتبدأ تكرس وقتك ومجهودك لمساعدة ناس تانيين لما تتعرض لضغط أو ألم نفسي. فهنا أنت الإيثار ده بيكون فيه الاتنين، بيكون فيه حاجة راقية جدا أنا بعملها ومساعدة للناس، وأنا بستفيد استفادة معينة، بس الاستفادة دي خفية. الجزء اللي أنا بستفيده واللي عقلي بيحميني بيه ده أنا غالبا مش واعي بيه خالص. زي مثلا حد من حبايبه توفي بالسرطان، وهو عنده مثلا إحساس بالذنب إن هو ملحقش يسفره بره أو أي شيء، فتلاقيه بيبدأ عايز يعمل مثلا مستوصف، عايز يعمل حاجة ليها علاقة بعلاج السرطان. فهنا هو عامل حاجة فيها إيثار وفيها مساعدة للناس، بس أساسها طبطبة أو حماية ليه من شعور ألم معين. موظف مثلا كان بيتهان جدا من مديره، فلما بقى مدير في يوم من الأيام بتلاقيه بيعمل حاجات جميلة جدا مع موظفين ومساعدات بدون أي مقابل، علشان هنا هو بيؤثر الناس عشان يحمي نفسه من الألم مثلا اللي تعرض له، لما كان مرؤوس. فهنا الإيثار اسمه إيثار دفاعي، وهو هنا حيلة دفاعية نفسية، حيلة راقية جدا، حيلة سوية جدا، حيلة الناس اللي بتستخدمها بتكون ناس فعلا سوية وإيمانها قوي ومتصلة بالله، لأن هو هنا بينفع غيره وفي نفس الوقت هو حامي نفسه. فالحيلة دي احنا على قد ما نقدر عايزين نحاول نكتسبها. ففكرت كده، تعالوا انتوا وأنا دلوقتي حالا نفتكر حاجة مضايقانا أو ألمانة أو نقص معين في حياتنا، ونفكر ازاي نقدر نحول الألم ده لطاقة تنفعني وتنفع غيري. لأن غالبا الحكمة من الألم اللي ربنا بيسببه لأي حد فينا هو إن احنا ننتفع وننفع غيرنا.